إسلام صادق يلوح لمفاجأة صادمة ومدوية بسبب لاعب الزمالك واستمرار تحكم مسؤول سابق في تشكيل الفريق. لكن في البداية ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد بنقدمه من أخبار نادي الزمالك اليوم. الناقد الرياضي إسلام صادق علق خلال تصريحاته الأخيرة على خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام سولار الجيبوتي بهدفين مقابل لا شيء في ذهاب دور ال 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية عن نسختها الحالية. إسلام صادق وخلال هذه التصريحات انتقد ما وصفه بالإصرار على مجاملة محمد صبحي في حراسة مرمى الزمالك، مؤكدا على مفاجأة صادمة وهي استمرار تحكم مسؤول سابق في تشكيل الزمالك حتى الآن. وكتب إسلام صادق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتب إسلام صادق عن هذا قائلا: الإصرار على مجاملة محمد صبحي في حراسة الزمالك وتحكم مسؤول سابق في التشكيل سيكون له أثر سلبي على الأبيض.